تعالَ كده تخيّل معايا راجل واحد، مش بس عالم عبقري، لأ ده كان بيعرف يضحك على النظام الكامل بتاع أي وكالة أو أي مكان، ويخترق خزاين ويكشف كوارث في وكالة ناسا، ومش في فيلم، لأ دي قصة حقيقية عن عالم عبقري اسمه ريتشارد فاينمان. قصة هتخلّيك تقول هو ده العقل اللي نفسي أبقى زيه. تعالَ اسمع الحكاية. الراجل ده من صغره وهو بيحب يفهم كل حاجة، مش بيحفظ، هو بيحب كده يسأل أسئلة غريبة، زي ليه الباب بيتقفل كده؟ وليه الصوت إزاي الصوت بيمشي جوّه الهوا؟ وإزاي الكلام بيوصل عبر سلك التليفون؟ حاجات كده غريبة ما حدش بيسألها، الأسئلة دي هي اللي كانت بتيجي في ذهنه، وهو كان من راجل فضولي جدًا، فيحب إن هو يدوّر على الإجابات بنفسه مش حد يقولها له، وبدل ما يبقى مُمِل بقى من أذكى العقول في العالم، وكسب كمان جايزة نوبل. لمّا نيجي نتكلم عن مغامرته مع ناسا، هنتكلم في سنة 86 حصلت كارثة ضخمة، مكوك فضاء اسمه تشالنجر انفجر بعد لحظات من انطلاقه، وناس كتير ماتت. فجأة فجابوا فاينمان يحقق في اللي حصل. الراجل عمل حركة جهنمية، جاب قطعة من المطاط اللي بيستخدموه في المكوك ورماها في كوباية فيها تلج قدام الناس كلها. المادة باظت وقال لهم هو ده السبب، الجو كان تلج والمادة ما استحملتش. وهنا بقى لو وصلت لحد هنا يبقى انت بتحب النوع ده من القصص زيي، فاعمل لايك واشتراك في القناة عشان اللي جاي قصص أغرب وأقوى وكلها حقيقية 100%، وهتلاقي برضو قصص غريبة ممكن تبقى خيالية. ويلا بينا نكمل قصة الراجل العبقري اللي عمل مع ناس. بعيدا عن المعامل كان بيعرف ريتشارد فاينمان يعزف طبلة ويقفل خزن من غير مفتاح، وكان بيقول لك العلم مش جوه كتاب، العلم في كل حاجة حوالينا. حتى كان بيشوف الرسم والمزيكا والفن طرق لفهم الحياة. لما جه ريتشارد فاينمان ما كانش بس عالم، ده كان رمز للعقل الفضولي، للراجل اللي بيدور بنفسه مش بيستنى الإجابة. صدقني لو بدأت تبص على الدنيا زيه هتكتشف حاجة عمرك ما كنت تتخيلها. ما تنساش تشارك الفيديو مع حد بتحس انه مش عادي، وقول له اسمع القصة دي يمكن تغير لك حياتك. وفي آخرة الفيديو إحنا عايزين نعمل سبسكرايب للقناة ونعمل لايك للفيديو، واكتبوا في الكومنتات ممكن نتكلم عن إيه قصص تانية فيما بعد. انتظروا فيديوهات. لو أنت أول مرة تشوفني خش على القناة واتفرج، هتلاقي فيديوهات كتير ممكن تحبها وتعجبك جدا. يلا مستنيكم هناك.